ايوه، صباح الخير او مساء الخير لو بتتفرجوا على الفيديو الصبح، يبقى صباح الخير. لو بتتفرجوا على الفيديو بالليل او بعد الظهر يبقى مساء الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كده جميعا بخير وبسعادة وسلام. والله يا جماعة أنا هحكي لكم عن حاجة جميلة جميلة جميلة. يعني ممكن لو رحتوا عند أي دكتور تجميل هيقول لكم استعملوا الحاجات دي. أنا جايبة حاجات بتعمل تقشير للبشرة، أما بتستعملي بيه بيعمل تقشير داخلي للبشرة. والحاجات دي حلوة 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 جدا. دي كانت الأول الحاجات دي موجودة بره، دلوقتي بقت بتتصنع في مصر. يمكن أنا كنت عامله لكم فيديو قبل كده اللي هو الركسول اللي متصنع في مصر، وجبت لكم الركسول اللي بيصنع بره. الركسول اللي بيصنع في مصر اهو، اللي هتلاقي فيه حرف تي ام، ده الركسول اللي بيتصنع في مصر اهو. هصوره لكم عشان تشوفوا حاجة. بعد كده في الركسول اللي بيتصنع بره اهو، ده من الامريكان يو اس اي اهو، يو اس اي. ده الركسول اللي متصنع بره يو اس اي، وده الركسول اهو مصنع بره، العلبة بتاعته اهي. الركسول ده جميل جدا، بيعمل تقشير داخلي للبشرة. هو بيستخدم، تحطيه على البشرة بيعمل لك زي تقشير وبيخلي فيه نضارة في البشرة. الركسول ده استخدامه ازاي؟ بي كل يوم بتقومي هو بيبان نتيجته بعد الأسبوع أو 10 أيام، عشان تبتدي البشرة تاخد فعاليتها والكلام ده. الركسول المستورد والله ما يفرق عن المصري، حتى اهي العلبة بتاعته، ده المستورد. العلبة بتاعته اهيت، اهي العلبة بتاعته. ما يفرقش خالص خالص خالص. يفرق في ايه؟ ان مكتوب عليه يو اس اي. وده الركسول المصري اللي متصنع، والمادة الخام اللي جوه جاية ومتصنعة في مصر. الركسول بقوا بيصنعوه دلوقتي في مصر، حتى لو سألته هيقول لك أيوة الركسول بقى بيتصنع في مصر. وفي كمان الركسول بتاع البشرة، بتاع تنظيف البشرة اهو. يا ترى انتوا شايفينه كده واضح اهو؟ ارجع تاني للصور كلها عشان تبقوا شايفينها، واهو عشان تبقوا شايفينه اهو. والركسول اهو المصري اهو، اهو اهو العلبة بتاعته من داخل. فايدة الركسول ده ايه بقى؟ الركسول ده بيعمل تقشير داخلي للبشرة. يعني بتعمليه، بتصبحي الصبح تاخدي شاور لبشرتك وتنشفيها حلو، بس اهم حاجة ما تتعرضيش لأي أشعة شمس. تحطي الركسول على بشرتك الصبح وهي نظيفة، وبعد مرور نص ساعة إذا كان عندك أي كريم مغذي حطيه بعديها على طول عليه، أو مش عايزة تحطي بلاش. أنا بقولك على الطريقة اللي أنا بستعملها. بحط ده وبسيب بشرتي كده شوية، وبعد كده بقوم جاية قايمة حاطة أي كريم عندي مرطب للبشرة، علشان برضو يدي نضارة للبشرة. الركسول ده بيعمل إيه؟ بيعمل تقشير داخلي للبشرة، غير المقشر اللي انت بتجيبيه تعملي تقشير ليه. لا، ده بيعمل تقشير داخلي للبشرة. بصراحة جميل، أنا استعملته بنت نتيجته. أنا استعملت المصري وكان عندي المستورد، بنت نتيجة المصري ما تفرقش عن نتيجة المستورد. بشرة جميلة، فيها إشراقة، فيها نعومة. أهم حاجة بينعم البشرة، بيعمل لها إشراقة. وبعدين هو سعره حلو جدا، سعره 300 والمستورد 625، والشاور بتاعه 150، اللي هو بتاع البشرة، اللي هو بتاع البشرة اللي اهو انا مركزة عليه الكاميرا اهو. ده استخدامه صباحا، تغسلي بشرتك وبعد ما تغسليها تنشفيها حلو، وبعد كده تستعملي الركسول. الركسول ده فايدته ايه؟ جواه فيتامين سي. فيتامين سي انتوا عارفين
وبعدين الريكسول ده انتي رينكل، انتي رينكل انتي رينكل انتي رينكل يعني علامات تقدم السن، ده بيفيده جدا، وبيخلي يعني جميل. علامات اما بتبقى فيه علامات كده في البشرة بيضيع. بس مش هقول لك النهارده احط اصبح الاقيه بكره، لا لا، بيقعد بتاع اسبوع او 10 ايام، وبعد كده بتلاقي بقى ابتدت بشرتك في اشراقه الصبح. وبعدين ده منتج هايل هايل هايل. كويس انهم صنعوه في مصر، كان الاول غالي، دلوقتي بقى حلو يعني في متناول ايدين اي حد. يعني ده المستورد ب 625، المصري ب 300. طبعا ده في متناول ايدين اي حد يقدر يجيبه ويمشي عليه. وده عناية جميلة جدا للبشرة، بيعمل على تجديد خلايا البشرة يعني بيعمل حاجات كتير. وبعدين انا بنصحكم باستخدامه لانه جميل والله وهتشكروني. انا هطلب منكم طلب، لما اكون عامله فيديو لو حد اتفرج وعنده اي ملحوظه يا ريت يبعت لي يكتب لي كومنت كده. يعني عارفه لما بتكتبوا لي كومنت بعرف يعني انتوا رايكم ايه. يعني تكتبوا لي رايكم في الحاجه وهرجع اصورها لكم هو من قريب عشان تبقوا شايفينه. اهو ده المستورد اهو، شفتوه؟ وده الشاور اهو، اهو. وده المصري اهو. يعني يا ريتكم تبعتوا لي، يعني ابعتوا لي ملحوظة، يعني لو حد عنده اي ملحوظة في اي حاجة. بس انتوا والله استنوا على المنتج اما يعدي عليه 10 ايام بتبتدوا بتلاحظوا الفرق، لانه بيعمل ترطيب وتقشير داخلي مع الكريم وانت حاطاه، بيعمل التقشير وكله. بعدين هو بالريتينول، لعلمك احلى حاجة للبشرة الريتينول، ومعاه فيتامين سي. فيتامين سي بيعمل على تجديد البشرة، والريتينول بيعمل على تجديد البشرة. هو تجديد وتحسين مظهر البشرة، بيخليها نضرة وجميلة، مش متعبة مش مرهقة، يعني حلو. وأنا أتمنى إن انتوا تجربوه تبعتولي عندي على الصفحة إذا كان عجبكم أو ما عجبكوش، أو إيه وجهة نظرك أو إيه وجهة نظرك أو إيه وجهة نظركم. تبعتولي يا ريت، وأنا في انتظار يعني أي ملحوظة تبعتوها لي. وأتمنى لكم السعادة، وأتمنى لكم بشرة فيها إشراقة، عشان تقولوا لي أنت الفيديو بتاعك جميل وأفدتينا. وأنا ميرسي جدا على سماعكم للفيديو بتاعي. وإن شاء الله انتظروني في حاجات تانية كمان جميلة هتعجبكم إن شاء الله. وشكرا، ميرسي.